بتسمع لهم. يعني يمكن انا ما بشوفش ده في مكان تاني لما ببقى مع حضرتك في ورشة او في ايفنت او حاجة. دايما بيبقى معاك الوقت والمساحة وانت بتبقى حريص على حاجة زي كده ان انت تدينا آه، معلومات بزيادة. وحتى لو الوقت ضيق ومش هتقدر تدي ده، انت بتحاول على قد ما تقدر ان انت توصل لنا ده. وده يعني انا اكتشفته من اول مرة اتعاملت مع حضرتك في الورشة اللي انا خدتها معاك. فدي حاجة خلتني اطور من نفسي الفترة الاخيرة، في كتابة، في قراية، في تمثيل. الغلطات اللي انا كنت بغلطها اتعلمت ان انا اقعد اراجع الغلطات دي واشوف ايه الحاجات اللي انا غلطت فيها وارجع اصلحها مع نفسي. لما ابتديت ان انا اشوف ان انا اعمل بروجكت، ابتديت ان انا ارجع اشوف استاذ فؤاد الشربيني قال لي ايه، انفذ ايه، اعمل ايه، لان شفت شرح حضرتك كان سهل وبسيط واقدر ان انا استخدمه، يعني حاجه مش صعبه او حاجه مكلكعه. خصوصا ان في السوق كل حد وليه طريقته وليه اسلوب معين. فانا ممكن اروح مكان يبقى زي المدرسين، يعني انا ممكن ابقى باخد درس عند مدرس انجليزي والمدرس ده بيبقى مصعب الدنيا عليا، بيكرهني في ماده الانجليزي. فانا شفت مع حضرتك كل حاجه سهله وبسيطه، ان كل حاجه دي مشكله دي ليها حل. تقدر تعمل ده، تقدر تعمل ده بامكانيات بسيطه، تعمل ده بامكانيات عاليه، تعمل ده. فده طبعا ساعدني كتير الفتره الاخيره لما ابتديت اشتغل على البروجكت بتاعي، ان انا اعمل حاجه كويسه وابقى حريص ان انا اعمل حاجه تكون كويسه للمشاهد، واستخدم الادوات طبعا اللي حضرتك قلت لي امشي عليها. ده كتير يعني ساعدني الفتره الاخيره. يمكن انا قبل كده ما كنتش عندي الاكسبيرينس دي او الخبره دي ان انا ابقى انفذ ده بالشكل ده، او ان انا مثلا اطلع الشغل ده بالصوره الكويسه. فالورشه فادتني كتير، واي حاجه حضرتك بتعملها انا ببقى حريص ان انا اتابعها يعني. منورني. ربنا يخليك. وهي بس هو الفكره ان انا كل الحاجات دي انا اتعلمتها دراسه وتجربه، فاتعلمت بالطريقه الصعبه. يعني ما حدش جه قال لي فؤاد لما هتعمل كذا هيحصل كذا. فما دام انا جاي اعلمكم اسهل عليكم الموضوع، يعني ليه بقى اسيبكم يعني اسهل عليكم الموضوع ما دام انا اخدت الطريق الصعب، اقول لكم بقى السهل ايه انه يتعمل. هو على ما تتذكر اول دوره لملتقى سينماتكس كانت اول مره اقابل حضرتك فيها. آه، انا على طول قلت لك يا استاذ فؤاد، انا ان شاء الله باذن الله الدوره الجايه هيكون ليا بروجكت هشارك بيه. وبرضو وانا باخد الورشه مع حضرتك قلت لك انا هبتدي انفذ، لان انت شجعتني واديتني الحافز ان انا اخد الخطوه دي. اديتني ادوات صح استخدمها، سهلت عليا الامور، قلت لي ان انا ممكن اطلع اعمل حاجه كويسه بامكانيات بسيطه، حاجه تكون فيها رساله. فده طبعا كلها يعني دي كلها عوامل بتساعد اي حد عايز يبدا ان هو يعمل حاجه كويسه. فانا حابب اشكرك جدا على المعلومات الجميله اللي انت بتديها لنا، ووقت حضرتك. يعني انت دايما بتبقى حريص ان انت مهتم باي حد يبقى من عائله سينماتكس، سواء خد ورشه تمثيل، كتابه، اي حاجه. ف ديت بتبقى حاجه كويسه جدا، يعني احنا بنشوفها كلنا كزملاء في المكان. اي حد من الناس اللي خدت الورشه، يعني احنا لما بنقعد مع بعض ده دايما بنناقشه مع بعض انه لا، احنا في فرق ما بين بره وهنا. فاحنا بنعتبر شركه سينماتكس يعني هي عائله لينا. احنا لما بنيجي المكان بنحس ان احنا مش رايحين مكان غريب. انا لما ببقى رايح مكان تاني اعمل مثلا كاستنج او اعمل اي حاجه، ببقى داخل عندي رهبه من المخرج، وعندي رهبه يعني من المكان نفسه. فده احنا الحمد لله بفضل ربنا وبفضلك ان احنا ما بنحسش ده في المكان ده. وهو ده المطلوب، يعني ان احنا في الاول وفي الاخر نبقى عيله مع بعض، يعني هو اكيد ده طبعا. ده الهدف يعني. اكيد طبعا، احنا بنشكرك على مجهودك العظيم اللي انت بتعمله معانا يعني ايه بس. وربنا دايما يا رب يعني يحطك في احسن اماكن عشان تبقى دايما قدوة للشباب اللي لسه في بدايتها. لان انت طبعا احنا عارفين ان انت واجهت صعوبات كتير في بدايتك، وان انت ساعدت نفسك بنفسك. فديت يمكن حاجة برضو بتديني وبتدي غيري حافز ان هو يمشي على نفس النهج بتاعك. فدي حاجة كويسة جدا.
انا بشكرك على كلامك الجميل. واضافه طبعا لكلام مهدي برضو، انا فعلا يعني حسيت بفرق. انا خدت ورشه قبل كده زي ما قلت لحضرتك، لا منهج مختلف تماما. انا حسيت بفرق ان انا حاسس ان انا دخلت لوكيشن بجد، حاسس ان انا مثلت بجد. حضرتك في الورشه بتحس ان ما اعرفش نسميهم الطلاب مثلا يعني او الممثلين، بيبقى ان هم انت بتمثل بجد، بيحطك قدام كاميرا بجد. يعني الكلام ده ما تعرضتلوش في الورشه اللي فاتت. وشفت ورش تانية قبل كده ليهم مناهج مختلفه تماما. لا كانت اضافه بالنسبه لي الورشه فعلا مع حضرتك. وفعلا حكايه يعني ان احنا سينماتكس فاميلي مع بعض، وفعلا نحس ان احنا مع بعض، واحنا هم متواصلين بقى انا ومهدي بقى لنا ايه اكتر من سنه يعني. احنا مع بعض. دي حاجة برضو احنا اكتسبناها من حضرتك، ان انا لما فكرت ان انا اعمل فيلم او ان انا انفذ فكرة، ابتديت اشوف زمايلي اللي خدوا معايا ورشة في المكان، لان الناس دي زي ما انا اتعلمت هم اتعلموا في نفس المكان. فانت كنت دايما برضو بتبقى حريص ان اي حاجة فيها مساعدة للزميل او اي حاجة فيها اضافة للغير، ان احنا نساعد بعض. فدي الكلمة دي دايما كانت معلقة في دماغي، ان انا لازم قبل ما اخد اي خطوة لازم الناس دي تبقى ليها الاولوية معايا. وده اللي حصل بالفعل لما ابتديت ان انا اجمع الناس واشوف الناس اللي هتنفذ معايا الشغل. كانت اول ناس موجودة الناس من فريق سينماتكس، الناس اللي واخدة ورش وناس شاطرة وناس تستحق ان هي تاخد الفرصة دي. فاحنا يعني كلامك ده هو اللي خلانا نمشي ناخد الستبس دي او نطلع الدرج بالطريقة الصح. انا مبسوط يعني ان انتوا قادرين تحققوا اللي انتوا محتاجينه، ومبسوط ان انا يعني قدرت اساعدكم في ده. شكرا جدا ليك. شكرا ليك يا دكتور.